السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال. في فيديو النهارده ان شاء الله هنحضر مع بعض صينيه جلاش بالمكسرات. حاجه كده في منتهى الجمال، شكلها شيك وشكلها فاخر، وصينيه جلاش كده تشرفك في اي عزومه هتعمليها. طبعا التغيير مطلوب يا بنات، لازم كده نغير في اشكال الحلويات الرمضانيه اللي المفروض نعملها ونحضرها. تعالوا بينا ان شاء الله نحضرها مع بعض بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده، وهنشوف كمان كل مراحل التسويه الجميله بتاعتها، وازاي كده تطلع مقرمشه معاكي وكريسبي من كل مكان. وكمان اللون بتاعها حلو قوي، اخده تسويه مظبوطه، واخده كمان لون موحد من جميع الاتجاهات. ما شاء الله، اللهم بارك يا بنات. تعالوا بينا نبدا الفيديو ونشوف هنحضرها مع بعض ازاي. بس حابه اطلب منكم قبل ما نبدا الفيديو، لو انتي اول مره بتشوفيني، طبعا نورتيني وشرفتيني واسعدني بمرورك الجميل. ما تنسيش بقى تحط لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا، وتشتركي معايا في القناه لو لسه ما اشتركتيش. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا في المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه يا بنات هنبدا بتحضير الشربات الاول. طبعا الجلاش اللي معانا النهارده هيكون محتاج ليه شربات تقيل وبارد، فهنحتاج له كوبايتين من السكر وعليهم كوبايه واحده من الميه. وطبعا بنرفعه على النار وبدون ما نقلبه خالص او نحط اي معلقه خالص دلوقتي. هنرفعه على النار لحد ما يبدا ان هو يدوب معانا او السكر يختفي خالص. بعد كده هنبدا نضيف عليه عصير نص ليمونه. طبعا يا بنات بلاش نقلبه خالص قبل ما يبدا ان هو يغلي، علشان ما يسكرش معانا. واحنا هنا مش هنضيف لا ملح ليمون ولا عسل جلوكوز ولا اي حاجه خالص. اول ما هيبدا ان هو يغلي كده بالشكل ده يبدا يطلع اللي هي الرغاوي البيضه دي، هتبداي على طول تضيفي عصير نص ليمونه او معلقه من عصير الليمون. وهنبدا في المرحله دي نهدي النار لنار اقل من الوسط. وطبعا بقى هنسيبه على النار كده يغلي من 8 دقايق كده لحد 10 دقايق. وبعد كده هتبداي ترفعيه من على النار. طبعا في المرحله دي مش هتحسي ان هو تقيل معاكي خالص. لما يبدا ان هو يبرد معاكي هتحسي طبعا ان هو ابتدى يتقل معانا، يعني كل ما الشربات بتاعنا ده هيبرد كل ما هتحسي ان هو خلاص تقيل معاكي. اهم حاجه ما تقرصيش على الشربات قوي في الغليه، علشان طبعا ما يسكرش منك ويكون تقيل اكتر ما احنا عايزينه. تمام كده. هو دلوقتي لسه خفيف، هنسيبه بقى كده لحد ما يتقل وهنشوفه مع بعض ان شاء الله في الاخر. تعالوا بقى نحضر الوصفه على طول. معايا هنا كده لفه من الجلاش. طبعا تقدري بقى تعملي الكميه اللي انت عايزاها. انا هستخدم لفه هنا، واللهم بارك يا بنات، اللفه دي طلعت لي كميه كويسه جدا من الجلاش اللي احنا جهزناه. يعني تقريبا كده عملت لي حوالي 27 او 28 قطعه من الجلاش. اهم حاجه واحنا بنستخدم الجلاش هنجيب كده فوطه علشان نبدا ان احنا نغطيه، علشان ما ينشفش مننا واحنا بنستخدمه. تمام كده. فاحطه كده كده جنبي على فوطه، وهبدا ان انا اخد الكميه اللي انا عايزاها والباقي هغطي عليه. استخدامي كل للجلاش هيكون 3 طبقات ب3 طبقات. فانا كده هبدا ان انا اجيب 3 طبقات من الجلاش، وهبدا ان انا طبعا افرده بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي، علشان طبعا ابدا ان انا اشكل الجلاش اللي انا هعمله. طبعا الورق الباقي بغطيه بالفوطه زي ما احنا شايفين كده، وهسيبه كده علشان ما ينشفش. معايا دلوقتي نص كوبايه من السمنه، وهبدا طبعا اكون مسيحاها على النار، يعني هتكون كده دافيه معانا مش سخنه قوي، وفي نفس الوقت هتكون سايحه. تمام كده. هبتدي كده اخد جزء بجزء من السمنه دي، وهبدا ادهن بيها ورقات الجلاش. وبين كل ورقه والتانيه هبتدي برضو ادهن مسحه من السمنه. يعني خلصت كده اول طبقه، هبدا احط تاني طبقه وهدهنها بالسمنه، وتالت طبقه ونفس النظام برضو هدهنها بالسمنه. تمام كده. بس كده بلاش نستخدم بقى زيت مع سمنه، هي السمنه بس علشان تدينا القرمشه بتاعه الجلاش. اما لو استخدمنا زيت هيكون قاسي معانا قوي برضو، ومش هتحب يعني مش هيكون ليه نكهه كويسه. الزبده كمان يا بنات ما انصحش ان هي تستعمل هنا، علشان الزبده معروف ان هي بتطري اي حاجه طبعا، فلو استخدمناها مش هتخلي الجلاش بتاعنا مقرمش. جبت بقى شويه من المكسرات، معايا هنا فول سوداني وزبيب، على شويه من جوز الهند، على شويه كمان من الفستق الكداب اللي حضرناه في الفيديو اللي قبل اللي فات. بس كده هجيب بقى الجلاش وهرش كده عليه شويه من المكسرات، وهبتدي الف الجلاش بتاعنا على شكل رول بالشكل ده. هتجيبي بقى قطاعه عندك ستانلس او اي حاجه على شكل دايره كده، او كوبايه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهنبتدي نقطع الجلاش بتاعنا كده على شكل هلال. طبعا تقدري تتحكمي بقى في حجم القطعه اللي هتقطعيها، ممكن تعمليها رفيعه شويه، ممكن تتخنيها شويه، طبعا على حسب ما انت عايزه. ابدأي طبعا اقطعيها بالشكل اللي انت عايزاه وبالحجم اللي انت عايزاه. هي تطلع معاكي في الاخر كده بشكل الهلال. ممكن كمان لو انت رفعتيها شويه عن كده تديكي شكل برضو، يعني تديكي شكل اكتر للهلال. تمام كده. هنجيب الصاج بقى بتاعنا وهنبدا ان احنا نديله مسحه من السمنه، وهنبدا بقى نرص فيه قطع الجلاش اللي احنا جهزناه. سهله وبسيطه يا بنات، وخطواتها حلوه قوي، يعني اللهم بارك ما بتاخدش وقت خالص. عايزه اقول لكم كمان ممكن وانتوا بتحطوا الحشوه بتاعه المكسرات، لو انتوا عايزين تحطوا شويه من العسل الشربات على المكسرات علشان الحشوه تكون متماسكه،
تمام. لو انتوا عايزين تحطوا كده على طول برضو مفيش اي مشاكل، هي الحشوه برضو بعد التسويه هتكون متماسكه جدا ومش هتوقع مننا اي حاجه خالص. تمام كده. دي كده كانت اول جزء انا عاملاه. هبتدي بعد كده اعمل معاكم كمان واحده علشان طبعا نشوف قد ايه هي سهله وبسيطه جدا. هنبتدي ناخد كده ورقه الجلاش هندهنها بالسمنه الاول، وبعد كده نحط تاني طبقه وبرده هندهنها بالسمنه، واخر طبقه معانا. ممكن على فكره يا بنات برضو تكتروا طبقات الجلاش لو انتوا حابين القطعه تكون سميكه اكتر من كده، تكتروا طبقات الجلاش شويه، يعني بدل ما تستخدمي 3 ممكن تستخدمي 4 او 5. طبعا كل ده يرجع ليكي، اهم حاجه هي بتطلع معاكي في الاخر الشكل اللي احنا شفناه. ممكن كمان لما نيجي نحشي الجلاش بلاش تحطي في الورقه كلها وتحطي في الاول كده، تبداي بعد كده ترولي الجلاش عادي خالص، وابداي طبعا قطعيها بالشكل ده. ما شاء الله يا بنات مفيش اسهل من كده تقطيعها وتشكيلها، وطريقه كمان يعني استخدامها سهله جدا. طبعا يا بنات التغيير مطلوب، ممكن كده نغير من وصفاتنا بالشكل، يعني ننسى الشكل بقى التقليدي لاي جلاش احنا بنعمله ونعمل كده وصفات واشكال جميله جدا. طبعا الحاجات دي بتبقى حلوه قوي، بتسعد الاولاد وبتكون كده حاجه فخمه كده في رمضان، هتشرفك جدا قدام اي حد. ما شاء الله خلصت كده كل الكميه اللي معايا، زي ما قلت لكم لفه الجلاش طلعت معايا تقريبا 27 قطعه. ما شاء الله كميه كويسه جدا مش قليله خالص. وزي ما احنا شايفين ببتدي ارص برده شويه بشويه كده في الصاج. اخر بقى شويه من السمنه اللي بقوا معايا هبتدي كده اجيبهم وادهن بيهم وش الصينيه او وش الجلاش. في الاثناء دي هكون بقى شغلت الفرن بتاعي على درجه حراره 140. انا عايزه الفرن يكون شغال قبلها ب10 دقايق كده. طبعا صينيه الجلاش بتاعتي لازم تدخل على الرف الاوسط على درجه حراره 140 او 150. طبعا بتسيبيها في الفرن كده لمده تقريبا بتاخد من 30 دقيقه ل 40 دقيقه. تمام كده. هي عشان تاخد التسويه المظبوطه معاكي، طبعا مش هتفتحي الشوايه خالص، هي من حراره الفرن او من صهد الفرن هيبتدي كده يحمر لوحده من فوق. في المرحله دي طبعا هتكون اخدت التسويه المظبوطه، وهتكون كده اخدت من لون موحد من كل الاتجاهات، حتى الطبقات نفسها من جوه هتكون استوت معاكي. ده طبعا يا بنات بيرجع للتسويه المظبوطه بتاعتها. طبعا احنا مش معلين عليها النار، احنا سايبينها بتستوي براحتها خالص، علشان كده اخدت كده طبقه قرمشه وطبقه تسويه من كل مكان فيها. يعني اللهم بارك كده اخدت تسويه حلوه قوي. طبعا بقى اول ما بتخرج من الفرن على طول بتكون هي لسه سخنه، الشربات اللي معانا خلاص بيكون برد وتقل معانا. بنبدا على طول بقى نسقيها بالشربات لحد ما تاخد بقى الكفايه بتاعتها. بعد كده بقى زينتها بشويه من الفستق الكداب، وده حضرناه مع بعض في تحضيرات رمضان. وبس كده يا بنات، ده بيكون شكلها في النهايه. بجد شكلها شيك جدا جدا، شكلها بجد حاجه فاخر من الاخر. عايزه اقول لكم بقى الطعم والقرمشه بجد اللهم بارك، حاجه كده في منتهى الجمال. بجد شكلهم عسولين قوي ما شاء الله اللهم بارك. بجد جربوها يا بنات هتعجبكم جدا، وغيروا بقى كده من اشكال الجلاش ووصفات الجلاش. ما شاء الله اللهم بارك، مقرمشه جدا جدا ومورقه، كل طبقه يعني كلها كريسب كده ومقرمشه خالص في بعضها، ولونها كمان كده موحد من جميع الجهات ما شاء الله. الناس بقى اللي بتحب الحاجه المقرمشه الوصفه دي تعجبكم جدا. وبس كده يا بنات الفيديو بتاعي بيكون خلص، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا كمان استفدتوا من الطريقه. لو انت بقى وصلت معايا لحد النقطه دي من الفيديو ولسه اول مره بتشوفيني، طبعا اتمنى تكونوا مشتركه معايا في القناه، هكون سعيده جدا بوجودك معايا. وما تنسيش تحط لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا. وبشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه. وان شاء الله يا بنات اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.